السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رابعة ابتدائي الوحدة العشرة الدرس الخامس والسادس. هو بيتكلم عن إن أنا ممكن أكتب القيمة عندي بصور مختلفة. طيب، وبيتكلم كمان عن أجزاء الوحدة الصحيح. أول حاجة فيه، أول معلومة فيه، إزاي نحول كسر عشري لكسر اعتيادي. بص هتعمل إيه ببساطة خالص. هتيجي هنا هتلغي العلامة خالص كأن العلامة مش موجودة، واكتب الرقم من غير العلامة. يعني أنا لو شلت العلامة هنا هيبقى 6 كده، وأعمل شرط هنا. عد بقى العلامة بعد كام رقم. يعني هنا كده بص، من اليمين رقم وبعد كده العلامة، بحط هنا كده 10. طيب لو كانت العلامة بعد رقمين يبقى 100 زي السؤال ده كده. نفس الكلام، شيل العلامة هيبقى 3. يجي واحد يقول لي طب والصفر فين؟ ما هو الصفر على الشمال ملوش معنى. طيب هنعمل كده، العلامة بعد كام رقم؟ 1 2 يبقى 100، رقمين يبقى 3 على 100. طيب بعد كده مثلا 2 و14 عايزين نحوله بنفس الكلام برضو بالظبط. هنكتب العدد زي ما هو من غير العلامة، وبعد كده عد العلامة بعد كام رقم. 1 2 بعد رقمين يبقى 214 على 100. طيب سؤال تاني، ازاي نحول الكسر الاعتيادي لكسر عشري؟ يعني بالمنظر ده 7 على 100. بص هتعمل ايه، هتكتب العدد اللي البسط الأول زي ما هو كده، وبعد كده هنا 100. يبقى تعمل ايه بقى؟ ابدأ من عند الرقم بالعد. 7 100 يبقى لازم نمشي رقمين وبعد كده حط العلامة. طب 7 مفيش رقم تاني، حط صفر كده وبعد كده حط العلامة. يبقى كده 7 من 100. طب هنا 568 على 10. هنعمل ايه الأول؟ هنكتب البسط زي ما هو 568. طب والعشرة يبقى همشي علامة رقم واحد بس. يعني من عند التمانية كده اتحرك حركة واحدة كده هنا، تبقى هنا كده. يبقى هنا الناتج النهائي 56.8. طب مثلا هنا 31 على 100، نفس الكلام هنكتب 31. طيب 100 كام رقم؟ رقمين، حركتين. هيبقى هعد كده، أول حركة أهي، الحركة التانية كده، ونحط العلامة كده ويبقى 31 من 100. طب هنا 1 و6 على 100، نكتبها ازاي دي بقى؟ بص 1 دي يبقى نعمل 1 كده وبعد كده نحط علامة على طول. 1 وحط علامة على طول. نيجي بقى هنا الجزء العشري، أكتبه ازاي؟ 6 من 100. يبقى لازم يكون على يمين العلامة هنا رقمين. طول ما هي 100 يبقى لازم رقمين. طب أنا عندي رقم واحد بس 6، خلاص هكتب 6 على اليمين كده. طب والرقم التاني حط صفر، يبقى 1 و6 من 100. تتكتب بالطريقة دي. سؤال تاني مهم جدا، بيقول لك حلل العدد ليعبر عن جزء من 100 وجزء من 10. طيب نيجي بص بقى نعملها ازاي. 2، الاتنين دي كام جزء من 100 كام جزء من 10 وكام جزء من 100؟ هقول لك نعملها ازاي. حط تحت الاتنين كده 1 الأول ونشوف بقى، مش هي 2 عدد صحيح؟ حط تحت 1. أنا عايز جزء من 10، خلاص يبقى هنعمل كده 2 على 1، حط صفر كده هنا، صفر هنا، بقت 20 على 10. وخد الرقم اللي فوق يبقى 20 جزء من 10. طب كام جزء من 100؟ هي 2 على 1 اهي. 100 يبقى لازم احط صفرين، حط صفرين كده. زي ما حطيت صفرين تحت حط صفرين فوق، بقت 200. يبقى 200 جزء من 100. طيب 4 و6 من 10. تعال نحولها الأول لكسر، كسر اعتيادي. هيبقى 4 كده، هنشيل العلامة، هيبقى 46 على 10. طب هنبص كده، هو مش هنا بقى المقام 10؟ وهو عايز جزء من 10. خلاص يبقى عدد الأجزاء من 10 كام؟ 46 جزء من 10. طب نفس الكلام هنا، هو عايز جزء من 100. خلاص هحوله الأول لكسر اعتيادي الأول. هيطلع كام؟ 46 على 10. طب هو عايز جزء من 100، خلاص هحط صفر كده وأحط صفر كده. هيبقى كام؟ 460 جزء من 100. طب التلاتة نفس الكلام، هنعتبر إن هي المقام بتاعها 1. طيب جزء من 10 يبقى نعمل إيه؟ حط صفر تحت عشان تبقى 10. طب زي ما حطينا صفر تحت حط صفر فوق، تبقى 30. يبقى 30 جزء من 10. طيب بعد كده هنا كام جزء من 100؟ مش احنا قلنا 3 على 1 اللي هو الكسر الأولاني. حط صفرين عشان يبقى 100، وهنا يبقى نحط صفرين برضو.
هيبقى 300 جزء من 100. طيب 10 و8 من 10. طب تعالى نحولها لكسر اعتيادي الأول. هتبقى شيل العلامة، هتبقى 108 على كام؟ على 10. بقت 108 على 10. طب مش هو عايز جزء من 10؟ يبقى الأجزاء من 10 أهي 108. طيب الأجزاء من 100 بقى هنعمل إيه؟ هنكتب الكسر الاعتيادي الأول أهو. من 100 يبقى حط صفر كمان وزيه صفر كده، هيبقى 1080 جزء من 100. واحد من أهم الأسئلة اللي بتلخبط كتير من الطلاب في الدرس ده في رابعة ابتدائي. إيه بقى؟ مثلا 7/10 كام جزء من 10؟ لو هي بص، لو لقيت هنا المقام هو نفس الجزء اللي هنا المطلوب، يعني هنا 10 وهنا 10، خلاص نزل البسط على طول يبقى 7. طب هنا 23 كام جزء من 10؟ هنا أنا عندي مشكلة إن أصلا ال23 ملهاش مقام، خلاص هنحط مقام كده 1. طيب أنا عايزه يكون 10، خلاص حط صفر كده وصفر كده، زي ما حطيت صفر تحت حط صفر فوق. طب ليه حطينا صفر واحد تحت؟ عشان عايز أخليه 10 يبقى زي ده كده بالظبط، 10 و10. خلاص يبقى هنا كام؟ هنا بقى طلع كام؟ 230 جزء من 10. طب هنا 202 على 100. هنبص هنا المقام اهو، المقام هنا 100 وهنا 100 شبه بعض، يبقى البسط ينزل هنا على طول، يبقى 202 جزء من 100. طب 9 كام جزء من 100؟ هنخلي المقام 1. طب هو عايز جزء من 100، يبقى احط صفرين عشان يبقى المقام زي الكلمة دي. طيب زي ما حطينا صفرين تحت لازم احط صفرين فوق، يبقى الناتج 900 جزء من 100. طب آخر حاجة 2.5 كام جزء من 100؟ تعال نحولها لكسر اعتيادي الأول. هتبقى 2، هتبقى شيل العلامة تبقى 25 على 10. هنشيل العلامة ونحط مكانها 10 كده. طيب لأن العلامة بعد رقم 1 بس. طب هو عايز جزء من 100، يبقى لازم أحط صفر كده تحت وأحط زي صفر فوق عشان يبقى هنا 100. طب ليه ضفنا صفر واحد؟ لأن هو 10، فأحط صفر واحد يبقى صفرين، هيبقى الناتج 250 جزء من 100.